المشاهدون الأكارم، سعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بأبرز العناوين. إصابة 12 مواطن بفيروس كورونا اليوم. جهود مرضية لإصحاح البيئة في إقليم الكشبركة. انخفاض أمراض نقص النظافة في ريف الأقليم الأوسط. معطل 15 جنديا وفقدان 6 آخرين بهجوم إرهابي بالنيجر. قتلى بينهم عناصر من حزب الله إثر الشباكات في خلدة جنوب بيروت. تدريبات عسكرية روسية أوزبكية على الحدود، والجيش الأفغاني يعلن الطوارئ. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم الثاني من أغسطس في مراكز العزل في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة 12 مواطن من أقاليم عنسبة وشمال البحر الأحمر والأوسط بفيروس كورونا. وظهر 6 من الإصابات في كرن بإقليم عنسبة، و5 في إقليم شمال البحر الأحمر، 2 منها في قندع، و2 في أفعبة، و1 في مصوع، وإصابة واحدة في أسمرة بالإقليم الأوسط. في غضون ذلك شفي 12 مرضى كورونا، 10 من الإقليم الأوسط و2 من الإقليم الجنوبي. وبهذا بلغ عدد المصابين فيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6559، شفي منهم 6456، وتوفي 35 مريض كورونا، فيما لا يزال 68 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 2 أغسطس 2021. أعلنت وحدة إصحاح البيئة في إقليم الكشبركة في التقييم الذي أجرته يومي 31 من يوليو والأول من أغسطس في مدينة بارنتو، أعلنت تنفيذ أعمال مرضية لإصحاح البيئة في 16 مديرية بالإقليم. وأفاد المهنيون الصحيون في الاجتماع الذي شاركت فيه لجان المهام في الإقليم والمديريات ومدراء المديريات والكادر الصحي توضيحا موسعا حول المهام المنفذة لتوعية المجتمع وإنجاح البرامج الموضوعة على مستوى المديريات والتحديات، وأن البرنامج قد تنفذ جيدا في معظم المديريات وحقق تغييرا في العادات. وقال مسؤول وحدة إصحاح البيئة السيد عبد يعقوب في التقرير الذي قدمه إن البرنامج لم ينفذ بالمستوى المأمول لمصاعب مختلفة، مشيرا إلى تنفيذ 666 قرية للبرنامج كاملا، وتعتبر هذه النسبة 77% من عموم سكان الإقليم أو إقليم الكشبركة، داعيا مديريات سلعة وكركبات وهيكوتا وقلوج وبارنتو ودقي وفورتساوة لتنفيذ كامل للبرامج. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في الإقليم الدكتور حيالو مكيداني أن إصلاح البيئة المجتمعية إلى كونه جزء من أهدافه التطور المستدام يسهم لضمان صحة المواطنين، ويتطلب تنفيذه بمشاركة عالية من المجتمع والمؤسسات الحكومية، داعيا القرى المتبقية تنفيذ البرنامج قبل الزمن المحدد. وقال حاكم إقليم الكشبركة السفير محمود علي حروي في ختام الاجتماع: يجب الاستفادة من التجارب المكتسبة للدفع بأنشطة إصحاح البيئة بوضع برامج تضع في الاعتبار موارد المديريات، مؤكدا عمل إدارة الإقليم بوضعه ضمن أولوياتها. وأوصى الاجتماع لوضع حد لرمي النفايات الملوثة لمصادر المياه، والعمل لاستخدام المراحيض وتنفيذ القوانين التي أصدرتها القرى لضمان استخدام المراحيض، وتجميع القرى المتناثرة في الأنحاء، ومساهمة الرجل في برامج إصحاح البيئة. أفاد مكتب وزارة الصحة بالإقليم الأوسط انخفاض الأمراض الناجمة عن نقص النظافة بفضل حصول 98% من سكان الإقليم على خدمات مياه الشرب الصالحة وارتفاع الوعي بمكافحة الأمراض المعدية.
وأشار مسؤول وحدة إصحاح البيئة في مكتب وزارة الصحة بالإقليم الأوسط السيد أبراهام بلاي إلى بذل جهود قوية لتحقيق أهداف 2022 الصادرة من منظمة الصحة العالمية للقضاء على ظاهرة التبرز في العراء على المستوى العالمي. كما أشار إلى إحداث تغيير في العادات من خلال أنشطة التوعية بالتعاون مع شركاء العمل، حيث نفذت 83 من قرى الإقليم البالغ عددها 86 قرية برنامج إصلاح البيئة، بينما وصلت القرى الثلاثة المتبقية لنسبة 70% في تنفيذ البرنامج وإصلاح بيئتها. أوضح إجراءهم لأعمال المراقبة بالتعاون مع قسم الخدمات السياحية في 660 مرفق خدمي بمدينة أسمرة، ومعاقبة 227 مرفق خدمي بالإغلاق لعدم الاهتمام بنظافة المراحيض. ودعا السيد أبراهام بلاي المواطنين لاتباع تعليمات غسل اليدين والتباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات امتثالا لإجراءات مكافحة كورونا ودورها المهم في تأمين الصحة الشخصية والعامة. نفذ مكتب وزارة الزراعة بإقليم الشمال البحر الأحمر حملة لتطعيم المواشي في 11 ضاحية بمدينة ناوفا ضد أمراض الخريف ومرض داء الكلب. وأوضح مسؤول المكتب السيد محمد صالح محمد علي بأن الوعي المترسخ بأهمية التطعيم ساعد في إنجاح الحملة، مشيدا باهتمام أصحاب المواشي. ومن جهتهم أكد أصحاب المواشي بأن التطعيم السنوي له دور كبير في ضمان صحة ماشيتهم وتكاثرها ورفع إنتاجها. مشاهدينا فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. لقي ما لا يقل عن 15 جنديا من النيجر مصرعهم، وفقد 6 آخرون بهجوم وصف بأنه إرهابي بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو. وقالت وزارة الدفاع في النيجر في بيان إن 15 جنديا من النيجر قتلوا وفقد 6 آخرين في هجوم إرهابي في منطقة توريدي الواقعة جنوب غرب البلاد والقريبة من بوركينا فاسو. وأوضحت الوزارة أن قوات الدفاع وقعت في بادئ الأمر في كمين نصبته مجموعات إرهابية مسلحة، لافتة إلى أن الجنود الذين حاولوا إخلاء الجرحى أصيبوا لاحقا جراء عبوة ناسفة بيدوية الصنع وفقا لما ذكرته فرانس بريس. وتقع تورودي في جنوب غرب منطقة تيلابيري قرب المثلث الحدودي بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، الذي يعد منذ أعوام مسرحا لعمليات دامية تشنها جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وداعش. لقي 5 أشخاص بينهم 3 عناصر من حزب الله مصرعهم في منطقة خلدة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، حسب ما أفاد مصدر أمني في كمين أعقبه اندلاع اشتباكات مسلحة خلال تشجيع عنصر حزبي قتل على خلفية ثأر. وتعرف هذه المنطقة التي يقطنها سكان من العشائر العربية السنية ومؤيدون لحزب الله الشيعي توترا بعد مقتل الشاب علي شابلي على خلفية الثأر. ولم تحل التدابير الأمنية التي فرضها الجيش دون تجدد الاشتباكات خلال تشجيع القتيل الذي نعاه حزب الله. وفي هذا السياق أفاد مصدر أمني بمقتل 3 عناصر من الحزب جراء كمين خلال التشجيع سرعان ما تطور إلى اشتباكات مسلحة أوقعت قتيلين 2 آخرين وعددا من المصابين. من جهتها قالت الرئاسة اللبنانية في توتر إن الرئيس عون طالب من قيادة الجيش اتخاذ الإجراءات الفورية لإعادة الهدوء إلى خلدة وتوقيف مطلقي النار وسحب المسلحين وتأمين تنقل المواطنين على الطريق الدولي.
قتل عشرات في هجمات متبادلة بين القوات الأفغانية وحركة طالبان. وأعلن الجيش حالة الطوارئ في ولايات عدة، في حين بدأت قوات من روسيا وأوزبكستان تدريبات عسكرية على الحدود وسط مخاوف من تدهور أمني في أفغانستان. وفي ظل التطورات الأخيرة في أفغانستان، بدأت قوات من روسيا وأوزبكستان تدريبات عسكرية مشتركة قرب الحدود الأفغانية وسط مخاوف في كلا البلدين من تدهور الوضع الأمني في أفغانستان، تدهورا قد تمتد تداعياته إلى آسيا الوسطى. وذكرت روسيا أن 1500 جندي روسي وأوزبكي سيشاركون في التدريبات التي تستمر 5 أيام، والتي بدأت في موقع ترمز العسكري بأوزبكستان، حسب ما أفادت وكالة تاس الروسية الأنباء. وتخشى موسكو أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار جهتها الدفاعية الجنوبية ودفع اللاجئين إلى التدفق على قناتها الخلفية في آسيا الوسطى. وأوضح مصدر أمني أن القوات الأمريكية قصفت مواقع لطالبان في مدينتي تختا بول وبنجواوي في قندهار. قالت كوريا الجنوبية أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مناوراتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، لكن لا ينبغي أن تخلق توترا بعد أن حذرت كوريا الشمالية الجنوب من إجراء تدريبات وسط مؤشرات على ذوبان الجليد في العلاقات. وتنظم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية بشكل منتظم، خاصة في فصلي الربيع والصيف، لكن كوريا الشمالية ردت منذ فترة طويلة بانتقادات لاذعة ووصفتها بأنها بروفا للحرب. جاء تحذيرها بعد أيام من استفادة الكوريتين للخطوط الساخنة التي قطعتها بيونغ يانغ قبل عام، حيث يسعى كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن لإصلاح العلاقات المتوترة واستئناف القمم. وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن سيول وواشنطن تجريان محادثات بشأن التدريبات، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار. مشاهدينا، ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أهم ما جاء فيها. إصابة 12 مواطن بفيروس كورونا اليوم. جهود مرضية لإصحاح البيئة في إقليم الكاشبركة. انخفاض أمراض نقص النظافة في ريف الإقليم الأوسط. معطل 15 جنديا وفقدان 6 آخرين بهجوم إرهابي بالنيجر. قتلى بينهم عناصر من حزب الله إثر اشتباكات في خلدة جنوب بيروت. وتدريبات عسكرية روسية أوزبكية على الحدود، والجيش الأفغاني يعلن الطوارئ. هكذا انتهت النشرة. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.